السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. عملت نوتيلا وعملت تورتة كريب. ان شاء الله تعجبكم. حطيت كوباية لبن وعليها كوباية سكر وثلاث معالق كاكاو خام. يبقى حطيت كوباية لبن، كوباية سكر، 3 معالق كاكاو خام. ضربتهم كلهم كده مع بعض ضربة كويسة لحد السكر ما السكر باش خالص يعني. وبعدين حطيت واحدة فانيليا، وهزود زيت. المقدار ده كله هياخد يا جماعة نص كوباية كبيرة زيت. هحط حبة زيت، يعني اقل من ربع كوباية زيت على المقدار ده كله، علشان اعمل الاول صوص نوتيلا. الاول هعمل صوص نوتيلا يا جماعة. هقلل الزيت عشان يبقى خفيف. كده طلع تقيل شوية، هحط له حبة لبن عشان يبقى خفيف. بص يا جماعة، ده كده صوص النوتيلا. ده اللي هستخدمه في عمل اللي هي تورتة الكريب دي. وبعدين هحط بردك معاها نوتيلا علشان بقى اعمل النوتيلا التقيلة. كملت الزيت، كملت بقيت نص كوباية الزيت. حطيت معاهم يا جماعة، كان عندي حبة بندق كده من العيد، من رمضان يعني. طحنتهم وحطيتهم مع اللي هي النوتيلا، وهقلبهم تقليبة كويسة كده، وهضربهم كمان ضربة. يبقى انا حطيت يا جماعة كوباية سكر، كوباية لبن، نص كوباية زيت، 3 معالق كاكاو خام، وورقة فانيليا واحدة. بتديها مطة يا جماعة. ورقة الفانيليا ديت بتخليها كأنها والله فيها مطة كده جميلة جدا. لو عملتوها يا جماعة دي احسن من الجاهزة. هعمل بقى انا هنا هحشي اللي هي تورتة النوتيلا. جميلة جدا في منتهى الجمال، هتعجبكم ان شاء الله. كان عندي كريب اللي انا كنت عاملاه قبل كده، فكنت مخليه منه، وكنت عاملاه كريب حادق. خليت منه حبه اعمل بيهم نوتيلا، احشويهم يعني نوتيلا، حاجه حلوه يعني. كنت عاملاه 3 كوبايات، 3 كوبايات ونص دقيق، 4 كوبايات واتنين ميه، 2 ميه، لا 3 ميه وواحده لبن. 3 ميه يبقى 3 كوبايات ونص دقيق، 3 ميه واحده لبن. حطيتهم وحطيت حبه ملح، ما حطيتش فلفل اسمر ولا حاجه، و3 معالق زيت. بصوا يا جماعه انا حشيت ديت ازاي. حطيت الكريبايه وحطيتها من جوه، حشيتها نوتيلا، وحطيت فيها الموز، حشيتها موز حطيت فيها يعني موز من جوه كده، وطبقتها تطبيقة عادية جدا. الحاجات الموجودة عندي دي يا جماعة موجودة عندي من العيد، ممكن ما تحطيهاش خالص يعني. عين الجمل دي واحدة كانت عندي باقية من العيد، واحدة بس. ممكن ما تحطهاش يعني عادي، ممكن تستعوضي عنها بسوداني، او ممكن ما تحطهاش. هعمل بقى اللي هي التورتايه بتاعه النوتيلا. جبت حبة الكريب اللي عندي، ودهنت كل واحدة فيهم نوتيلا. جميلة. تخيلوا بقى اما تاكلي حاجة كلها مليانة نوتيلا، شوفي بقى الطعم هيبقى شكله ايه، وجمال الطعم هيبقى شكله ايه. احلى من التورتايه اللي هي بتاعت السبونج كيك والحاجات دي. حشيتها بردك، حطيتها من جوه، حطيت لها موز مقطعاه شرايح كده، وحطيته فيها كده بشكل عشوائي. وبعدين هحط بردك حبة، لو عندك حبة سوداني، ما عندكيش ما تحطيش. شفت انا بحط نطرة بسيطة كده من البندق اللي كان عندي ده، يعني حبة بساط جدا. واحط بقى كل واحدة التانية فوقيها. وهعمل فيها بردك، هحط صوص نوتيلا، وهحط موز. لو انت عندك فراولة ممكن تحطيها عادي، لو انت عندك اي حاجة ممكن تحطيها يعني. لو مجموعة فواكه يعني ممكن تحطيها. يعني كل ما تاكلي قطمة كده هتلاقي طعم مختلف للحاجة. بردك انا حطيت بردك فيها موز، وهحط الطبقة اللي بعديها. كل الطبقات هعملها كده. انا عملت حوالي 8 طبقات كلهم. بصي بقى لما تاكلي كده نوتيلا نوتيلا نوتيلا، حاجة جميلة جدا يعني. بصوا يا جماعة، لو جربتوا النوتيلا ديت مش هتشتروا تاني من بره. وحاجات بسيطة جدا. 3 معالق كاكاو، كوباية لبن، كوباية سكر، نص كوباية زيت، ورقة فانيليا. حاجة بسيطة جدا. في كمان لو انت عايزة تعملي بالبندق، في عند العطار اسانس بندق بيتباع كده، زي اسانس البرتقال والحاجات اللي بنعمل بيها حاجات العيد.
ممكن تشتريها بردك، ممكن تشتري اللي هي نسكويك بالبندق تحطيها بردك كده. كان عندي يا جماعه، كنت جاي عندي حبه جيلاتي في الفريزر، بس النور قطع فساحت، وكنت انا عايزه انجز يعني اخلص، حطيتهم كده فوقيها. كان نفسي يبقى وحدات كده، كان يبقى طعمها حاجه تانية خالص. الاخر بردك حطيت باقي وحدة عين الجمل حطيتها كده، وحبة البندق، وبسم الله ما شاء الله شكلها في منتهى الجمال اهون. جربي انت بس تعملي الحاجة في البيت احسن من بره. انا عارفة ان حضراتكم كلكم اساتذة في المطبخ، ممكن تعملوا احسن من كده. مش انا يا جماعة اقصد عنوان القناة استاذة في مطبخك، انت اللي استاذة في مطبخك مش انا. يعني انت اللي استاذه في مطبخك مش انا، انت اللي استاذه في مطبخك. عارفه كلكم بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه النوتيلا عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله. بصوا بتهيالي يعني لازم تجربوها، جميله جدا في منتهى الجمال والروعه. الحاجات بتاعتها اللي انا عاملاها بيها حاجات بسيطه جدا، يعني مش هتكلفك حاجه، كله من البيت، كله من البيت. ممكن تعملي نص المقدار. يعني انا عملت الكريب عملت بيه حشوه بسيطه بالبسطرمه وحبه حاجات موجوده في البيت، وبردك عملته دوت حاجه حلوه بردك بحاجات بردك موجوده في البيت. يعني البندقتين دولت مش لازمنا خالص، يعني مش لازم. يعني انا لولاش ان هم عندي من رمضان ما كنتش حطيتهم والله. اهو بصوا بسم الله ما شاء الله جميله ازاي. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه بتاعتي دي، هتعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.